السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده جايه لكم بقى بفيديو جديد. لو اول مره تشوفيني ياريت تشرفيني بتشترك معايا في القناه ولايك للفيديو دوت. يلا بينا بقى نشوف النهارده كده هنعمل ايه. النهارده كنت عايزه اعمل حواوشي. كان عندي يعني الخلطه كنت مجهزاها كده من التخزينات بتاعه الشهر، وقلت اطلعها بقى النهارده وهعمل بقى العيش. يعني مش هعملها في عيش جاهز، هعمل العيش عندي. فاخدت كده في الاول 4 كوبايات من الدقيق، وحطيت عليهم السائل اللي كان في الكوباية دوت كان خميرة، يعني كوباية لبن حطيت معاها نص باكت خميرة او معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة من السكر وحطيت معاه كمان معلقة كبيرة من الخل، بحيث ان هو يعني يبقى كنت عايزاه زبادي مش لبن عشان تطلع العجينة معايا طرية. بس نزلت بقى بيهم على كده على الدقيق، وقعدت اقلبهم، وبعدين بقى الكوباية التانية ديت فيها مية دافية بحيث اعجن فيها. يبقى احنا كده اخدنا كوباية من اللبن ومعاها يعني سبت معلقتين بس من الكوباية دي، الكوباية التانية اللي هي فيها المية. تخلي بقى المية جنب كده، وتبدأي تنزلي فيها واحدة واحدة عشان خاطر ايه العجينة ما تطراش معاكي وتضطري تزودي دقيق تاني. فما حطيتهاش مرة واحدة يعني، فقمت حطيت منها شوية شوية كده لحد ما لقيت العجينة بدأت ان هي يعني تطرى معايا، فما حطيتش بقى خلاص. ريحتها كده شوية، سبتها تريح كده 5 دقايق، وبعدين جبت شوية بقى معلقة كده واحدة من الزيت، وقلت هلم بيها العجينة. بس كده ما حطيتش ميه تاني. يبقى هي كده ال4 كوبايات دقيق اخد معايا كوباية من اللبن وكوباية مية الا معلقتين بس. تبدأي بقى تعجني فيها كده لحد ما تلاقيها لمت وطرت معاكي، ومعلقة الزيت اللي احنا حطيناها دي بتديها ليونة شوية، وخلتني كمان اعرف المها من غير احتاج ان انا ازود دقيق تاني. انا عايزة العجينة ايه طرية، بحيث تطلع معايا العيش طري، مش عايزاه يطلع ناشف يعني مش مظبوط. بس عجنت بقى فيها كده شوية، اقعدي عجيني بقى فيها كده فيها يعني لحد مثلا 5 7 دقايق، لحد ما تبدأي انها تلاقيها بقت ناعمة كده وجميلة معاكي. بس نسيبها بقى على جنب تخمر. وبعدين نبدأ بقى نفرد الحشوة بتاعة العيش باللحمة بتاعتي. كنت حاطة فيها بصل وفلفل وبهارات حواوشي وملح وفلفل وبس. ما عندكيش بهارات حواوشي حطي بهارات سبعة او بهارات لحمة، يعني بتطلع نفس الخلطة. بس بتعجنها بقى كده كويس، وبخزنها في الفريزر، بحيث اي وقت مثلا عايزة اعمل اطلع وافرد العيش واقوم حاشية على طول. هنا كانت العجينة بقى خمرت معايا، وقسمتها لكرات. يعني ما شاء الله العجينة اصلا كفت معايا ان انا اعمل 3 ترغفة عيش بلحمة كبار. وكمان عملت منها رغيفين، اللي هو عملت بقى كان عندي تشكيل الجبن، وعملت ليها كأنها بيتزا كده، بس حشيتها لجوه مش لبره بالجبن، بس كانت طعمها جميل جدا والله. بس نبدأ بقى نفرد كده العجينة شوية، يعني السمك مثلا سنتي او 2 سنتي بالكتير اوي، بحيث ما تبقاش رقيقة، وكمان في نفس الوقت اعرف افرد فيها اللحمة ما تقطعش مني. واحطها في الصينية كده، وبعدين هبدأ بقى افرد الوش اللي انا هحطه فوق، واحط الحشوة في النص. يعني حاولي ما تخليهاش تخينة قوي، بحيث ان هي ما تحطيش برضو دقيق كتير عشان خاطر العجينة ما تنشفش معاكي. مجرد بس يعني رشة دقيق كده تعرفي تفردي عليها وخلاص. في ناس بتعمله بقى بالعيش، بتجيب عيش بقى جاي تعمل خلطة وتجيب عيش جاهز وتحطه فيها، بس مش عارفة انا ما بستطعموش خالص في العيش الجاهز. يعني بحس انه في البيت طعم خلطة البيت بتبقى حلوة قوي مع العيش البيتي كمان.
بس كده ابدا بقى اوزع اللحمه في الجزء اللي تحت، وبعدين نبدا نحط بقى الوش بتاع العيش من فوق. ممكن في فكرة تانية ان انتي تحطي يعني تخني العجينة شوية اللي تحت ديت، وتقومي حاطة الحشوة بتاعتك، وتقومي مقفلة عليها من غير ما تحطي الوش اللي فوق ده. دي فكرة تانية برضو ممكن تعمليها، بس بحسه كده بيبقى مظبوط، شكله مظبوط اكتر. يعني التانية ممكن تفتح معاكي وانتي بتفردي تلاقيها فتحت معاكي. هقطع بقى اي زيادة من الاطراف كده، وبحب بقى ابلي ايدي كده شوية زيت، واقوم اقعد اتكه كده على الوش. بتفردها، يعني بعرف افرد الرغيف كويس، وفي نفس الوقت بتخليه لازق، يعني طالع شكله مظبوط. بصوا بقى، دي اللي كانت بالجبنه اهي، وده يعني بصوا كأنك عاملاه في عيش بلدي بالظبط. دخلته بقى الفرن على درجة حرارة عالية 200، تحت على الصاجة. يعني حطيت الصينية على أرضية الفرن من تحت، وولعت كمان الشواية. يعني خد معايا اول ما ياخد لون من تحت وتلاقيه الخمر بتاعه بدأ يستوي وكده، طلعيه بقى فوق كده على الشبكة، ياخد لون من على الوش وخلاص. يعني ياخد معاكي بالكتير قوي تلت ساعة في الفرن، مش هيغيب. وده اللي بالجبنة. سويت واحدة على البوتاجاز، وسويت واحدة في الفرن معاهم. والله كان جميل جدا، حتى اللي بالجبنة على فكرة، والخضار ده كان حلو اوي. المهم بقى، انا كان عندي كنت طالبة اليوم ده سمك، عشان يعني كنت عايزة اشيله. فجبت بقى سردين، بقالي كتير ما عملتش سردين، فقلت بقى ايه، هجيبه سردين البلدي واتبله ويتعمل عندي في اي وقت. من تجربتي مع التفريزات الصراحة، لازم يكون عندك يعني اي حاجة في الفريزر تطلعيها تعمليها على طول، بتفرق قوي في يومك، بتوفر معاكي وقفة في المطبخ. لو مثلا يوم انا تعبانه، يوم ماليش نفس يعني اعمل اكل، بقى عايزه اعمل اكل سريع، يوم عندي مثلا حاجه اعملها في البيت، مفيش وقت كتير، فاقوم مطلعه اي حاجه جاهزه في الفريزر انا متبلاها او مجهزاها على السوا على طول. فاليوم ده بقى طلبت سردين مع السمك. يعني الفيديو ده كان متصور تاني يوم الحواوشي. كنت جايبة سمك شوي اليوم دوت، وقلت هطلب معاه بقى حاجة تانية، بحيث ان انا اشيلها استعملها مثلا اي يوم في الاسبوع تاني. فجبت بقى السردين البلدي دوت، حلو جدا، بس ده كان كبير شوية. ممكن تجيبي المقاس الاصغر، بيبقى سعره اقل شوية. فقشرته كده، ما كانش فيه قشر كتير، كان فيه بعض وحدات كده ناعمة الصراحة، ما فيهاش قشر، كانت ريحته جميلة قوي. بس يعني اشطفه كده بس بشوية مية، وابدأ ان انا بقى ايه اتبله واجهز التتبيلة بتاعته. يعني متحاوليش تشطفيه كتير قوي، عشان هو بيتهرى، يعني ضعيف شوية فبيتهرى. يعني شطفتين بس كده، تطلعي منه القشر والزفارة. كده كده بقى مع التتبيلة بتضيع فيه اي ريحة زفارة. بس بيلمع ازاي وتحفة بجد، كان حلو اوي. هنا بدأت بقى انضف مكان السردين، ومكان القشر اللي بيطلع منه كده. انا ما بحاولش ان انا الصراحه عمري ما يعني انضف سمك في البيت. هو كبيري قوي السردين، لانه يا دوبك بس بتشيل قشره وخلاص، لكن تنظيف بقى السمك البولتي والحاجات دي ما نضفهاش في البيت، بعملها بره. بتاخد وقت وصراحه ومجهود على الايد. هنا بقى دي الخلطه بتاعه الحوض، بتضيع فيه اي ريحه زفاره، سواء بقى فراخ سواء سمك. اي ريحه زفاره عندك في الحوض، الخلطه اللي هي الكلوركس ديت بصراحة ما بتخليش في اي ريحة خالص، بالعكس كمان بتخلي ريحة الحوض حلوة. فخليه كده، او بعد اول ما بتعملي اي حاجة تقومي في ريحة زفارة او حاجة، فراخ او بانيه او سمك، تقومي حاطه فيه شوية ودعكاه بالليفة بتاعته، هتلاقيه زي الفل. ده بقى خلطة اللي انا تبلت بيها. حطيت توم وفلفل اخضر و توم وفلفل اخضر وملح وفلفل وكمون. بس ضربتهم بقى في الكبة بتاعتي، اللي هي في كمية صغيرة، فقلت مش الكبة مش هتعرف تضربهم، فعملتهم في المطحنة، والصراحة اتضربوا حلو جدا يعني. قعدت اقلب بقى فيهم كده كويس، الملح والكمون،
هو ملح وكمون وتوم وفلفل اخضر بس كده. التتبيله برضو ديت لما تكون موجوده عندك في التلاجة تنفعك بقى في اي وقت تعملي بيها اي حاجه. عندك سمك بقى هتتبليه وتشيليه، عندك بتنجان هتقليه وتحشيه. حطيت بقى كميه كده على السردين وتبلته كويس اوي وقمت شايلاه. كنت عايزه اتكلم معاكم في حاجه، في ان يعني كله دلوقتي بقى عمال يعمل روتينات في الشتاء وشيل وحط واغسل واعمل، فبتحسي ان انتي دايما بقى مش عامله اللي عليكي ومقصره والجو ده. اعملي يعني اللي في مقدرتك، اللي قادره تعمليه في البيت اعمليه، اللي مش قادره تعمليه يعني خليه يتعمل بره او تجيبي حد يساعدك يعمل معاكي. ما تزوديش حمل على نفسك، ما تحسيش ان انتي مقصره ولا اي حاجه. كل واحد فينا بيعمل على قدر يعني استطاعته وعلى قدر امكانياته يعني. فما تقارنيش نفسك بحد ولا تقارني بقى يعني عايزه تجددي في بيتك تمام جددي واعملي اللي انتي حباه، بس على يعني على قد صحتك، ما تحطيش على نفسك وما تشيليش نفسك فوق طاقتها. بس ربنا كده يمتعنا بصحتنا وعافيتنا يا رب، ونقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونفسنا فيه. انا حسيت انه هيبقى كتير كميته على اكله واحده لانه كبير، فقسمته على اكلتين وقلت ممكن ساعتها ابقى ازود مثلا معاه حاجه، اعمل معاه جنبه اي حاجه، وحطه بقى في الفريزر. ومنين مثلا عايزه اعمله واطلعه بس يفك، وعايزه بقى اقليه، عايزه اعمله صينيه، مش هياخد معاك اي وقت. ده كان بقيت التتبيله، قلت احطها بقى في برطمان واشيلها، وقلت هعمل بيها اي حاجه تانية. هنا كنت بنظم بقيت الاسبوع كان عندي كام حاجه كده عايزه تتعمل ومش عارفه الصراحه يعني قلت اقعد بقى افضي كده دماغي واشوف يعني عايزه اعمل ايه. كانت الاول عندي التلاجة عايزه اعملها مش متوسخه قوي، بس مجرد عايزه تتمسح يعني تحس ان اعملها ريفرش بس كده. وكان عندي الصالون والصاله عايزين يتمسحوا، كان عايزه امسح الشباك بتاعهم وكده، فمش شغل كتير يعني، بس اللي هو بحيث الدنيا تبقي خلصتي اللي في دماغك عشان تخلصي وتبقي رايقه. وبرضو كنت عايزه اعمل الحمام، فقلت بقى اللي كنت مصوره الفيديو ده كان يوم التلات، فكان لسه فاضل يوم الاربع والخميس في الاسبوع. قلت بقى يعني هنزل لكم بقى الاربع والخميس دوت ان شاء الله، يا اما الجمعه يا اما السبت. فانا هصور يعني فيديو واحد على يومين هصورهم فيديو واحد. بس فقلت بقى هعمل التلاجة الاربع والبلكونة والحمام هعملهم الخميس. والاسبوع اللي جاي خلي بقى الحاجات التقيلة الاسبوع اللي هو اللي جاي ان شاء الله، يعني عندنا الصالة والصالون هخلي كل واحدة في يوم بحيث ما مرهقش نفسي، لان مثلا هعمل معاهم اكل وهيبقى تنظيف مثلا يومي، عندك غسيل هتقعدي تذاكري مع الولاد. ف يعني خلي برضو ما تحطيش حاجات فوق امكانياتك فوق طاقتك، عشان خاطر ما تحبطيش ان انتي ما عملتيش حاجه فتلاقي نفسك في الاخر محبطه. لا يعني حطي مثلا شغل اليوم بتاعك على قد قدرتك وعلى قد وقتك في اليوم ده. ده بقى كنت بحضر العشاء ليا انا وتوتي، بعد ما شفت بقى كده هعمل ايه في بكره وكده، فقلت بقى هعشيها عشان خاطر تغسل سنانها وتنام. فهنا كنت عندي بقيت الربع فيه عيش بلحمه والتاني كان جبنه، وهي عملت لها بقى سندوتش بيض. هي غالبا بفطرها وعشيها بيض عشان الكالسيوم وكده. يعني ممكن بقى عايزه الشاي، هي شاي بلبن مش عايزه تشرب اللبن بس كده، بتحب تشربه شاي على لبن، فبحاول اعوض لها بقى الكالسيوم الصريح كده في بيض بقى، في حاجه اعملها مثلا بلبن بليله كده. بس وخلصت بقى كده يومها وتعشينا ودخلتها نامت وكده اليوم بتاعنا بقى كان خلاص خلص. بس بقى ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون كان فيديو خفيف كده واستفدتوا منه بأي حاجة ولو بسيطة. ان شاء الله كده بنات اشوفكم في فيديوهات جديدة مع بعضينا، ومن هنا ان شاء الله الفيديو اللي جاي متنسوليش من صالح دعاكم ولايك بقى وكده وشير واشتراك للقناة.
وسيبكم بقى في حفظ الله. مع السلامة.